بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. صباحكم زي الفل ونهاركم ابيض. النهارده ان شاء الله هنخلل مع بعض اللفت. طبعا انا عشان ما اطولش الفيديو عليكم، كلكم عارفين اللفت بيتغسل ازاي. بيتغسل حلو قوي والكحت ده منه ويتشال دي، ولو في عرق اصفر ولا حاجه بيتشال. انا بخلي لغايه هنا عشان انا بحب العروق بتاعته بتبقى مسكره وحلو. في ناس بتحب تشيل بحالها، ده براحتكم، والتقطيع بردك براحتكم. وانا بقطعه زي بتاع المخلل صوابع كده، هوريلكم انا مقطعاه. فانا هغسله حلو قوي، هقطعه وهقول لكم انا بخلله ازاي. بس كل اللي اقوله لكم تجيبوا اللفت زي ما بقول لكم كل مره، اللفتات تكون تقيله وتكون مدوره وحلوه كده، ما تبقاش شيخه. من هنا لغايه قبل ما يخلص وانتوا تنقوه بالطريقه دي، تنقوا اللفتات التقيله المدوره دي كده اهو. كل سنه وانتوا طيبين، بشاير الشتا بقى. انا هغسله وهقطعه وهرجع لكم تاني حبايبي. نضفت اللفت اهو، نقعته في الميه، بس انا فتحت تاني عشان اوريكم حاجه. بصوا، مش البني ادمين بس اللي قلبها اسود. بصوا اللفتة دي عامله ازاي من بره، لونها جميل ازاي وحلوه ازاي وصبحه وطازه. بصوا من قلبها، بصوا قلبها اسود ومخوخ زي قلب البني ادمين بالظبط اللي قلبها اسود. يلا قطعت اللفت اهو، غسلته حلو قوي، قطعته بصوا زي الصوابع بتاعت البطاطس كده، وتقطعيه برده بالطريقه اللي تعجبك. عندي هنا انا قطعته في الحله، عندي كيس ملح اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، هرشرشه عليه كده كله. دول 9 ربطات، رشيت عليهم كيس الملح اهو. بصوا ابو 2 جنيه. اغطيه بقى اهو، هقلبه شويه كده في الحله عشان كل الملح يبقى فيه، وهغطيه واسيبه لبكره ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللفت اهو بعد ما بيته ليله كامله في الملح، يعني ايه، من امبارح هو محطوط في الملح كده. هفضيه بقى في البطرمان. حطيت ميه بس، طبعا ما حطيتش ملح في الميه لان هو فيه كيس ملح. ودول معلقتين هريسه شطه، معلقتين 3 كده يعني عشان يبقى حلو، اللي بيحب الحاجه الحراقه. بس هحط بقى اللفت هنا في الميه، مش هحط طبعا عليه ملح تاني. عبيته في البطرمان اهو، ما حطيتش طبعا الميه اللي كانت نازله منه، هو بس اللفت اتعبى في البطرمان وميه من غير ملح بس بشويه بحته الهريسه. اغطيه بقى كده واغطيه بغطاه، ولما افتح عليه ان شاء الله افتح عليه برده معاكم، اقول لكم خلص كام يوم باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المخلل اهو اللفت انا فتحت عليه يعني بعد ما حطيته في البطرمان بيومين، وخد يوم في الملح يبقى 3. انتوا كنتوا شايفين البطرمان طبعا مليان على عينه. انا بعشق حاجه اسمها مخلل، وبنتي كانت عندي ما شاء الله بردك بتحب اللفت، فانا لحقت الشويه دول اصورهم معاكم. عايزه اوريهولكم. بصوا احمر ازاي، انا لا حطيت عليه بنجر ولا عمري حطيت على اللفت بنجر. البنجر مع الوقت بيسود اللفت، يعني لو قعد شويه عندك تبص تلاقي لونه غمق، بيبقى سبب ايه؟ سبب البنجر. ولو عملتيه بالطريقه دي وقعد قد ما قعد، يعني كل ما يقعد كمان كل ما يحمر. يعني لو قعد عندك مثلا بالشهر يقعد وتلاقيه لونه كل مره بيفتح، ما بيغمقش، لونه بيحمر. بصوا اللفت عامل ازاي وجماله جميل، ويقرش لغايه اخر واحده. جميل. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.